السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو جديد في إطلالة جديدة على السريع. عاجل إبراهيم دياز غادي يمثل المنتخب الوطني المغربي كاختيار نهائي. اللاعب حسم في القرار ديالو والجامعة المغربية باشرت الجميع، واللاعب حصل على الجواز السفر المغربي ديالو. جميع الترتيبات وجميع الأوراق جاهزة من أجل حمل إبراهيم دياز قميص المنتخب الوطني المغربي، واللاعب غادي يكون حاضر في الوديات اللي غادي تقام في هذا الشهر هذا. إبراهيم دياز ومن مصدر موثوق كنعاود نأكد انه حسم القرار ديالو النهائي بتمثيل المنتخب الوطني المغربي. اختيار لم يكن سهل، اختيار كان فيه تردد كبير من طرف اللاعب، اختيار لم يكن بسهوله، خاصه ان المنتخب الاسباني حاول انه يساعد اللاعب في الاونه الاخيره. علاش؟ لان التالق ديالو في ريال مدريد والتالق ديالو في استي ميلان خلى ان المنتخب الاسباني والشعب الاسباني انه كيتساءل علاش ابراهيم دياز ما كاينش مع المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم دياز ومن بعد الاستبعاد ديالو من طرف لويس انريكي في مونديال 2022، ومن بعد الاستبعاد ديالو من طرف ديال فوينتي كنظن في اليورو، خلى ان ابراهيم دياز تولي عنده واحد القناعه انه يغير الراي ديالو، خاصه بعد الالحاح القوي من طرف الجامعه المغربيه لكره القدم التي لم تتفانى بكل صراحه في بانها تطيح اليد ديالها باش انها تجيب اللاعب. الجامعه المغربيه لكره القدم حاليا نجحت بشكل كبير في اقناع اللاعب، واللاعب غادي يحمل قميص المنتخب الوطني المغربي. كنقول ان اختيار لم يكن سهل، يعني تقريبا عامين وحنا كنسمعوا بان علاقه ما بين ابراهيم دياز وعلاقه ما بين الجامعه المغربيه لكره القدم، والسبب اللي خلى ان ديال فوينتي ولويس انريك انهم ما يجيبوش اللاعب في المنتخب الاسباني. هذا كان خبر عاجل، يعني خبر خفيف ظريف. كنتمنى انكم تفاعلوا معه بشكل ايجابي بالبارطاج بجيم بالتعاليق. ونشوفكم في فيديو جديد.